صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة يوم جديد ووصفة جديدة، وصفة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة خالص. النهاردة عملت شيبسي الأفران. كل اللي بنحتاج نص كيلو دقيق ومية وحبة حاجات بسيطة كده موجودة في كل بيت. هتخرج لنا كمية حلوة قوي. وكمان ممكن نعمله بأطعمة مختلفة، ولادنا بتحب السناكس والحاجات دي كتير. يا رب الوصفة تعجبكم وتعملوها، وإن شاء الله إن شاء الله تكون سهلة عليكم. صوت القرمشة يراح، بس هي فعلا مقرمشة وحلوة قوي. دلوقتي أنا مجهزت نص كيلو دقيق منخول، ومعايا معلقتين نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، ونص معلقة صغيرة ملح، وتلت كوباية زيت وكوباية مية. عرفنا كده المكونات كلها سهلة جدا: نشا وبيكنج باودر وكمون وبابريكا وملح. لو عايزين طعم تاني غير الكمون ممكن نستخدم طعم البطاطس، طعم الكاري، اللي تفضلوه استخدموه، كل واحد وذوق. كل الحاجات دي انا هنزل بيها على الدقيق وهخلطها كده كويس، وبعد كده هنزل بكوباية المية، مية عادية خالص من الحنفية، وتلت كوباية الزيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ممكن لو ولادنا عايزين كمان هما اللي يعملوها هتبقى سهلة عليهم جدا. وكمان هضيف هنا معلقتين صلصة طعام أو معجون صلصة. لو عندك صلصة في البيت برضو جاهزة انتي عاملاها هتنفع برضو، وهينفع وهتدي اللون كويس والطعم المطلوب. هدوب كده كل الحاجات دي مع بعض، وبعد كده هبتدي استخدم ايدي. لو عندك عجان هيسهل عليكي الامور. هستغنى كده عن المعلقة وهبتدي اعجن المكونات دي كلها مع بعض. زي ما احنا شايفين كده انا جبت نص كوباية مية تاني، نزلت بربعها وهبتدي اعجن. هتاخد حوالي 5 دقايق عجن، مش اكتر من كده. الوصفة دي حلوة جدا 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 جدا، يعني اولادكم هيتبسطوا بيها قوي. وكمان احنا عاملينها في البيت، يعني ضامنينها وما فيهاش اي حاجة خالص مش صحية، بالعكس كلها من البيت، فصحية وهتبقى مفيدة للولاد. كده انا كنت خلصت، وشايفين اللون بتاعها حلو ازاي من البابريكا ومن الصلصة. وزي ما قلتلكوا الطعم اللي تفضلوه استخدموه. انا هنا هستخدم جبنة رومي، هستخدم دقة زعتر، هستخدم حبة البركة، اللي تفضلوه. هسيبها هنا ترتاح حوالي ربع ساعة مش اكتر، وممكن كمان 10 دقايق. هبتدي بقى كده اجيب صينية وهفرد فيها العجينة بتاعتي. انا قسمتها نصين، وهبتدي افرد بايدي كده، وبعد شوية بالمردان. لو انت عايزة تقطعيها كور صغيرة وتعمليها على هيئة دواير وتقطعي كل واحدة 4، اعملي كده. لو عايزة تفرديها في الصينية وتسهلي على نفسك زي ما انا عملت، ده هيكون اسهل كتير. طبعا السمك بتاعها هيكون رقيق جدا، علشان خاطر احنا زي ما قلنا ده شيبسي يعني خفيف خالص. الصينية دي مقاس 30، انا خدت نص العجينة وفردتها فيها، لكن كان هنا السمك تخين شوية فخدت كل الحروف، بس المقطع ده مش موجود، راح مني وانا بعمل مونتاج. اخدت كل الحروف لغاية ما خليت السمك بتاعها بسيط خالص، وده شفناه في البداية خالص. هنا معايا جبنة رومي مبشورة، هنزل بيها كده على الوش، وهبتدي ادوس بالمردانة بتاعتي علشان الجبنة تمسك في العجينة بتاعتي. هندوس دوسة خفيفة كده علشان تمسك فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عندك قطاعة مشرشرة زي دي قطعي بيها، ما عندكيش قطعي بالسكينة
عادي خالص، وتقطعيها الشكل اللي انتي عايزاه، مثلثات، مربعات، زي ما انتي بتحبي قطعيها. وصفة سهلة جدا جدا جدا، ومش مكلفة خالص زي ما قلتلكوا، يعني حقيقي هتتبسطوا بيها. هتبقى حلوة قوي للولاد لو خدوها المدرسة، لو في البيت حابة تعملي لهم ده أثناء المذاكرة، فحقيقي حلوة قوي وهتعجبكم. وهنا برضو دي صينية 30 في 30، وفردتها بنفس الطريقة، وهحط على الوش دقة زعتر. لو عايزين تضيفوا سمسم، عايزين تضيفوا أي نكهة تانية اللي يريحكم. وبرضو بالمردانة هدوس دوسة خفيفة علشان تمسك فيها الدقة بتاعتي. طبعا الفرن لازم يكون سخن، هتدخل حوالي 7 دقايق 8 دقايق بالكتير، وهتكون وصلت للسوا بتاعها، وهتكون مقرمشة ولطيفة. ولما هتخرج من الفرن مش هنغطيها ولا أي حاجة، هسيبها للهوا كده، علشان لو ما كانتش قرمشت هتقرمش أكتر في الهوا من بره. وده شكلها بعد ما خلصت. وبرضو هنا معايا صينية تانية ضفت الوش بتاعها حبة البركة. في أكتر من حاجة ممكن تضيفيها، جبنة، زعتر، أي طعم تاني. في أطعمة كمان عند العطار لو حابة هتجيبي وهتستخدمي الطعم اللي انتي بتحبيه، لو عندك كاري. الوصفة سهلة جدا جدا وما بتاخدش وقت خالص. هتعجنيها في 5 دقايق وهتقطعيها وهتاخد تسوية سريعة، أسهل من كده مفيش. ويا ريت نراعي حاجة مهمة قوي، وفي ملاحظة مهمة، يا ريت تبقى ايدك ميزان، يعني ما تخليش جزء سميك جزء رفيع قوي. في الصينية دي الجزء اللي في النص كان خفيف شوية فاتحمش، لكن باقي الصواني كانت مظبوطة. فراعوا ده وانتوا بتفردوا العجينة بتاعتكم. يا رب الوصفة تعجبكم. كده خلاص كانت خرجت من الفرن، تحفة جدا جدا. وكمان كانت في صينية رابعة، ده كل الكمية دي من نص كيلو دقيق بس. يا رب الوصفة تعجبكم. ولو مش مشتركين يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس، لان اغلب الناس اللي بتشاهد القناة ما بتبقاش مشتركة. لو عجبتكم وصفاتي اشتركوا وفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك لو الوصفة كمان عجبتكم.